الفكرة بتاعت النهاردة تحفة، متأكدة انها تعجبكم جدا. اول حاجة كده هحتاج كرتونة، اي كرتونة. بعدين حاولت اجيب طبق كبير او اي حاجة مدورة، ما لقيتش اكبر من الغطا بتاع ثبات الغسيل. عملت دايرة وبعدين حركته شوية وعملت نص دايرة تاني علشان اعمل شكل الهلال ده، وبعدين قصيته حطيت على جزء منه شمع، وبعدين كنت عاملة هلال تاني بنفس المقاس علشان الكرتون كان ضعيف، ولزقت كده الهلال التاني فيه، وبعدين قعدت احط شمع كده واحدة واحدة. بالمناسبة انا بحب اقص الكرتون بالقطر، بيبقى انضف من المقص كتير، وخصوصا لو الزوايا بتاعته كده هتبقى حادة وباينة. بس في الفكرة دي ولا الزوايا هتبقى حادة ولا هتبقى باينة، علشان هغلف الهلال كله كده بالخيش. كده خلصت الهلال. بعد كده جبت عصاية شيش طاووق وقصيت منها 12 سنتي، وبعدين هلف عليها خيط الخيش اللي هو نفس الخيط اللي استخدمته في الهلال. هحتاج 4 كمان، يعني كلهم كده 5. بعدين دول انا هشكل بيهم نجمة، فهعمل كده هلزق 2 في بعض على شكل 8 علشان النجمة تطلع شكلها حلو ولطيفة. يخلوا ال8 دي تبقى مقفولة شوية. وبعدين الجزء الاخير كده هيمسك الجنبين دول مع بعض. لو شكله ما طلعش معاكم احسن حاجة، عادي النجمة كده لسه بتتحرك، يعني ما ثبتناهاش من النص لسه، فممكن تغيروا فيها شوية كده او تشدوا وتعدلوا فيها لحد ما يبقى شكلها حلو، وبعدين تثبتوها كده من الاجزاء دي عشان ما تتحركش تاني. خطوة اضافية بقى، هجيب خيط خيش وهثبته في الحتة دي اي زاوية يعني كده، وهلفه كده 3-4 مرات، وبعدين هنقل الخيط كده على جزء تاني والف كمان 3-4 لفات، وارجع انقله على الجزء اللي انا ما عداش عليه خيط قبل كده، وبرضو الف عليه 3-4 لفات، وهكذا كده في كل الزوايا دي لحد ما هيكون شكل نجمة كده بالخيط جوه، نجمة صغيرة كده. هقعد اكرر على فكرة في الخطوة يعني كام مرة، يعني المكان اللي انا عملت الخيط عليه برجع له تاني وبعمل تاني علشان يبقوا طبقات كده فوق بعض. الموضوع عشوائي كده وبالنظر، يعني المكان اللي ما مشيتوش فيه عدوا الخيط فيه كده وبس. كده خلصتها. ودي برضو خطوة اضافية، جبت كرتونة كده عرضها 10 سنتي ولفيت عليها الخيط كده حوالي 10 لفات، بعدين شلته منها وقصيت الزيادة اللي في الخيط دي، وعشان ما يفكش مني فضلت ماسكاه وربطت الحتة اللي فوق دي. بعد كده هفك الحتة اللي ماسكة في بعض دي خالص، وهلمها على بعض، وهسيب جزء صغير من فوق وهحط نقطة شمع، وبعدين ألف خيط الخيش كده كام لفة صغيرين، وأحط كمان نقطة شمع وأقص الزيادة. بعد كده الحتة اللي انا كنت رابطة منها دي هفضل اعمل ربطات كده وعقد فوق بعض، يعني بحاول اعمل شكل كده شبه الضفيرة. هخلص بقى واقص الزيادة اللي هي انا معرفتش اعملها في الاخر. بعدين هساوي الاطراف دي. بعد كده همسك كل خيط او فتلة كده يعني وهفكها من بعض، هما بيبقوا 2، هفضل الف فيهم كده لحد ما يتفكوا من بعض. ممكن برضو ما تعملوش كده وتسيبوها زي ما هي. دلوقتي هثبتها بالشمع في النجمة، وزينت الاطراف كده بفصوص. الفصوص دي كانت لونها ابيض وانا كان عندي سبراي فرشتها، ممكن برضو ما تعملوش الخطوه دي. وجيت بقى في طرف النجمه كده وحطيت خيط خيش وطولته شويه علشان هعلقها، ومحتاجه بقى الطول علشان اتحكم فيها براحتي. شكلها تحفه. عملت منها بقى كام واحدة، عملت 5 وما احتاجتش غير 4. وبالنسبة للمقاسات براحتكم طبعا، بس انا بدأت بمقاس 12، ده كان اكبر نجمة عندي، والمقاسات اللي اصغر منها كنت بنزل 2 سنتي في كل مقاس. ممكن تستخدموا نجوم اقل من كده، يعني ممكن نجمتين او 3 بس. قعدت ارتب النجوم كده بشكل عشوائي واشيل واحط فيهم كده لحد ما شكلهم عجبني، خليت فيهم طويل وقصير كده، وكمان ما حطيتش الاحجام كلها جنب بعض. وبعدين عملت تعليقة، قلبت بقى الهلال علشان اكمل تزيين. حطيت بقى من النجوم دي نجوم بالفوم، وكنت عاملاها في الفيديو اللي فات، هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس. وبعدين جبت حتة صغيرة من الفوم وتنيتها ورسمت عليها نص فانوس كده بشكل عشوائي خالص من غير اي مقاسات. قصيت كده شريط من لون تاني وزينت الفانوس الصغنن ده.
جبت مجموعة من الفصوص بأشكال مختلفة، في منهم رشيته سبراي، في منهم سبته على اللون بتاعه كان لونهم أبيض، وفي منهم كان لونه سيلفر. وزعتهم بقى بشكل عشوائي وبدأت أحط نجوم واشيل، وكمان رسمت هلال كده بغطا إزازة، بس الغطا كان كبير شوية بنفس الطريقة اللي رسمت بيها الهلال الكبير. وعملت كمان فانوس صغنن خالص. وصلت بقى للشكل التحفة ده، لزقت بقى كل الكلام ده بالشمع، بقى شكله يجنن تحفة. هستنى رأيكم فيه. تعبت في التصوير والمونتاج، فلو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك علشان يشوف كل الأفكار اللي هعملها رمضان.